شاهدت من مسافة بعيدة. كانت تظن أنها الوحيدة المتبقية في المكتب حتى ظهر من الظلام في أكثر هيئاته سحرا. كانت جوديث روحا حرة تحب الاستكشاف. خلال النهار كانت مساعدة بسيطة لأحد أكثر الرؤساء إرهاقا في العالم. كانت تعمل في شركة تدعى مولر للأدوية، وكان لديها حلم مهني واحد فقط، وهو أن تصبح مساعدة تنفيذية في شركتها. في صباح أحد الأيام المشؤومة والمملة، صعدت المصعد كالمعتاد، وانضمت إلى مجموعة من الناس. يبتعد الجميع تاركينها مع هذا الرجل الغريب تماما. لم يسعها إلا أن تراقبه عن كثب لأنه كان وسيما حقا. بدأت في توترها تحك رقبتها وهي في حالة من التوتر. لكن هذا الرجل المحترم طلب منها بأدب أن تتوقف بينما كان يتحقق من مشكلتها. خلق تقاربه توترا غير متوقع بينهما، ولم يكن بوسعهما إلا الاعتراف به. ونزلوا من نفس الطابق، واتضح أن والده كان صاحب شركة جودي، وقد شارك جودي تعازيها في وفاة كان والده. الجميع في المكتب مهووسين بمدى وسامته، لكنه جاء حاملا أخبارا سيئة لجود. كانت قد أعد تحليلا تنفيذيا للبيانات المالية للشركة، لكن أوريك لم يكن معجبا بها، وطلب منها رئيسها أن تعيدها مع وجود مهلة غير واقعية مدتها 24 ساعة. تجمدت في الوقت المناسب، وأعادت التفكير في حياتها. في تلك اللحظة كان رئيسها يغادر لتناول العشاء، ودعاها إلى لكنها لم تكن قد انتهت من عملها، وطلبت من زميلتها في العمل. ولكن قبل أن تغادر، استفسرت جوديث مرة أخرى عن ترقيتها التي رفضها مديرها تماما. كانت جوديث مكتئبة، لكنها أنهت عملها وتوجهت إلى موقف السيارات لركوب دراجتها النارية إلى المنزل. لم تصدق عينيها. كانت زميلتها في العمل تستمتع بوقتها، ولكن بدلا من أن تغادر، بقيت تراقبها لفترة من الوقت، مما جعلها تفكر فيما رأته. حتى بعد عودتها إلى المنزل لم تفعل شيئا سوى العمل الدؤوب الواجب، وكانت دائما آخر من يغادر المكتب. في إحدى الليالي، وبينما كانت تطفئ الأنوار لتغادر، سمعت ضجة غير متوقعة. اتضح أنها رئيستها وشركائها مرة أخرى، وهذه المرة ومثلما حدث من قبل، اختبأت وراقبت عن كثب. لكنها لم تكن تعلم أنها ليست الوحيدة. ظهر أوريك من الظلام وصدمها تماما. كان مفتونا بها وأراد أن يخرج معها في موعد غرام. رفضت ذلك في البداية، مدعية أنه مخالف لسياسة الشركة، لكن أوريك أقنعها أنه لا بأس بذلك. ظهر في اليوم التالي في منزلها دون سابق إنذار في اليوم التالي، مما جعلها غير مرتاحة لأنها لم تعطه، فاعتذر وانصرف. ولكن قبل أن يكون بعيدا، طلبت منه جوديث أن ينتظرها في الطابق السفلي. أعجبت جوديث بسيارته، واستغرقت وقتا طويلا في الاستعداد للخروج معه لتناول العشاء. وذهب إلى مطعم مثير للاهتمام، حيث رأت جودي أشياء لم تتوقعها أبدا، وقضي موعدا رائعا بينما كان أوريك يتقرب منها. لكنها تذكرت أن رئيسها كان يغادر بعد فترة وجيزة من قبلتها. كان أوريك عنيدا، حيث عاد للظهور في منزلها في اليوم التالي. فأخبرته أنه كان بإمكانه إرسال رسالة نصية فقط، لكن أوريك لم يكترث لتوسلاتها، حيث كان يتجول في وقتا ممتعا مع كلبها. ولأول مرة منذ فترة طويلة بدت سعيدة جدا. اصطحبها إيريك إلى شقته الفاخرة، حيث جرب أشياء ممتعة أعجبت إيريك، وقرر مشاهدة العرض الذي قام بإعداده. لكن جوديث بدأت تستشيط غضبا. أدركت أنهما لم يكونا الشخصين الوحيدين في الغرفة، وحزمت أغراضها وغادرت. ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية للتنفيس عن غضبها، لكنها لم تمارس الملاكمة إلا قليلا، وانتهى بها الأمر بمشاهدة الفيديو مرة أخرى، ولكن هذه المرة بإحباط أقل. وبقدر ما حاولت تجنب أوريك، بدا أنها كانت مهتمة جزئيا بأنشطته الغريبة، وحاول أوريك خلق المزيد من الفرص لقضاء بعض الوقت معها. قام بترتيب رحلة عمل لها للذهاب معه إلى برشلون، فرفضت بشدة لأنها كانت تعرف خطة أوريك، مما خلق تعابير وجه صادمة على وجه رئيسها. عادت إلى المنزل في ذلك اليوم وهي تدرك أن قطتها مريضة، وأخذتها إلى الطبيب. مرة أخرى كانت مكتئبة ووحيدة، وزارها أوريك عندما كانت في أمس الحاجة إليه. أمضي الليلة معا، بينما كان أوريك يعد لها الإفطار في الصباح. بطريقة أو بأخرى فاز إيريك بطريقته في حياتها، وأرادت أن تستمتع أكثر. قررت أن تقوم بتلك الرحلة مع أوريك إلى برشلونة في نهاية المطاف، لأنهما لم يستطيعا الابتعاد عن بعضهما. في اجتماع مهم للشركة، طلب أوريك من الجميع المغادرة، بينما كان يشارك جوديث لحظة مرحة مع جوديث. ولكن بطريقة ما انقطعت متعتهم بطريقة ما عندما طرق أعضاء مجلس الإدارة الباب ليعودوا، وقضيا وقتا أطول معا في ذلك المساء. ولكن بعد فترة من الوقت أظهر أوريك مشاعر معقدة، جعل جوديث تتساءل عما إذا كانت قد أساءت إليه.
تغير أوريك تماما بعد تلك الليلة، لكنه زار فندقها وطلب منها العودة. لقد انكسرت بسبب ذلك، وعادت إلى منزلها لزيارة والدها طلبا للراحة. ولكن بشكل صادم ظهر أوريك في منزلها. لم تكن ترغب في رؤيته وتذمرت من ظهوره وتوقعت أن يعود كل شيء إلى طبيعته. ولكن مع سحره انتهى الأمر بالبدلة إلى تناول العشاء، حيث لم يسعها إلا أن تبتسم. طلب أوريك أن يذهب معها في رحلة استكشافية أخرى، حيث تركت عائلتها لقضاء المزيد من الوقت معه. خلال رحلتهم بالسيارة يتلقى أوريك مكالمة غير متوقعة من امرأة تدعى بيرثا، وتسأل جوديث بإصرار عن هويتها. لكن أوريك لم يرغب في الحديث عنها، كان عليه في النهاية أن يخبرها بالحقيقة لإرضائها. كانت بيرثا صديقته التي خانته مع والده. وصلوا بأمان إلى هذا المنزل الجديد والجميل، والتقوا بزوجين آخرين في السكن. وكل ما فعلوه هو مواصلة إرثهم العريق الذي بدأوه بالفعل. استيقظت جوديث في صباح اليوم التالي تبحث عن أوريك، لكن أصدقائه أخبروها أنه غادر. حاولت الاتصال به لكنه لم يرد، مما جعل جوديث تحطم هاتفها بغضب. كانت هذه هي علاقتهما في الأساس، ذهابه وعودته إلى حياتها متى ما أراد. حزمت أغراضها وعادت إلى منزلها إلى حياتها الطبيعية وهي تبكي بلا انقطاع، لكنها استجمعت نفسها مرة أخرى واستعادت قوتها في صالة الألعاب الرياضية والتقت بصديق جديد. ذهبت إلى المكتب وشاركت المحادثات مع زملائها في العمل، وقررت في النهاية الاتصال بوالدها. لم يكن حزنها يتعلق بإريكا بالكامل. اتصلت بوالدها لتتحدث معه عن كيفية تعامله مع وفاة والدتها، وقد تلقت بعض العزاء من والدها. وعندما بدا أنها بدأت تتعلم كيف تحب نفسها وتتعاف، ظهر أوريك تجاهلته قدر استطاعتها، لكن أوريك تبعها حتى أغلقت الباب في وجهه. قدم أوريك ادعاء جريئا، معترفا بأنه لم يشعر بهذه الطريقة تجاه أي شخص في حياته. وبهذه البساطة عاد إلى منزلها. أخبرها أن كل شيء سيكون مختلفا هذه المرة، وكان ذلك لفترة قصيرة جدا من الزمن. أرادت إعادة إشعال المرح. لقد عرفت أن أوريك كذب، ورد لها الجميل في اليوم الذي زارت فيه منزله. لكن الشخص الذي دعته كان شخصا لا تعرفه. اتضح أنه كان الشخص الوحيد الذي يكرهه أوريك في هذا العالم كله. المرأة الوحيدة التي حطمته تماما، وجوديث مفلسة أيضا. عندما سمعت اسمها أخيرا اعتقدت حقا أنها اكتسبت صديقا في صالة الألعاب، لكن الأمر كله كان مكيدة. سئمت جوديث من هذا الارتفاع العالي في الحياة، حزمت أغراضها واستقالت من عملها، وهو ما وجده مديرها مضحكا. لكنها استقلت دراجتها النارية عائدة إلى منزلها، حيث وجدت العائلة المغزى من القصة